انت عارف ان ممكن ليلة القدر تبقى في ليلة زوجية، والنهاردة ليلة 24، يعني وارد جدا ليلة القدر تكون النهارده. هتقول لي ازاي الكلام ده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر، وقال برضو التمسوها في الوتر منها؟ اغلبنا عارف ان ليله القدر في ليله وتريه، وده من خلال الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فازاي انت بتقول ليله القدر ممكن تيجي في ليله زوجيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث عن ليله القدر: التمسوها في العشر الاواخر، في تاسعه تبقى، او في سابعه تبقى، او في خامسه تبقى. معناه ايه الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نلتمس ليله القدر في العشر الاواخر لما يكون فاضل 9 ليالي، او فاضل 7 ليالي، او فاضل 5 ليالي. فلو طبقنا الحديث ده على ان رمضان مثلا هيجي السنه دي كامل اللي هو 30 يوم، فلما يبقى فاضل 9 ليالي فهتبقى ليله زوجيه اللي هي ليله 22. فاضل 7 ليالي هتبقى ليله النهارده ليله 24، وهي برضو ليله زوجيه. فاضل 5 ليالي هتبقى ليله 26. فبعض العلماء قالوا عادي ان ليله القدر ممكن تبقى في ليله زوجيه عادي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر. لكن القول الارجح ان ليله القدر في ليله وتريه. طب احنا دلوقتي ذكرنا الحديث ده ليه؟ ذكرنا الحديث ده عشان الناس تجتهد اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر، فانت العشر الاواخر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل، وهو اصلا يعني معصوم وما كانش محتاج، هو كان بيعمل ده عشان احنا نتعلم منه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل. يبقى احنا برضو نفس الكلام، لازم نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وناخد ال10 ايام كباكج كده كامله، ونتعب فيهم ونجتهد فيهم، وان شاء الله ربنا عز وجل هيرزقنا جميعا بليله القدر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فانت خد ال10 ايام وما تختارش منهم. ده غير ان ربنا عز وجل ليه كل يوم في رمضان، ليه كل يوم في رمضان عتقاء من النار. فانت اشتغل واتعب وتعال على نفسك، وتعبك مش هيروح والله.